ممكن نتكلم عن توقعات المراهق اتجاه اهله. السوشيال ميديا دلوقتي بتخلينا نفتح عينينا على حاجات كتير قوي، فئات من المجتمع كتيرة جدا، فده بيخليهم عندهم توقعات عالية جدا اتجاه الاهل. المفروض يقدموا لهم كل حاجة، المفروض كل حاجة يطلبوها تكون موجودة، وللأسف ده مش حقيقي. كلما اتسعت عينك ضاق صدرك. فاحنا محتاجين نربي ولادنا من الأول. أصلا لازم تشوف البيئة اللي انت فيها والإمكانيات اللي عندك تقدر تعمل بيها ايه، لان مفيش حد عنده كل حاجه ملباه. السوشيال ميديا دي انا مش بشوف غير 30 ثانيه في حياتي اللي قدامي اللي هو حابب يوريها لي. انا مش شايف غير ال 30 ثانيه اللي هو حابب يوريها لي، اللي هي غالبا بتبقى اعلان او احنا منقيين احسن 30 ثانيه في يومنا. فانا ببدا اشوف انا عايز ده. طب ما هي حاجه حلوه فعلا، بس مش دي كل حياته. فتوقعاتنا اتجاه الاهل ساعات بتحملهم اكتر من اللي يقدروا عليه، وبالتالي هم بيتوقعوا مني كمراهق اكتر من اللي انا اقدر اقدمه. فبتبقى رايحه جايه، توقعات عاليه من ناحيتين، فبالتالي بتخلق خناقات دائمه، لان كل واحد فينا طالب من التاني اللي مستحيل يقدر يقدمه. الحل هنا ان انا اقدر اشوف انا اقدر ادي ايه، امكانياتي تقدر تعمل ايه، وامكانيات بابا وماما اكيد هم جايبين اخرهم. اكيد كل اب وام هم احسن اب وام ربنا بعتهم لي انا بالذات مخصوص. اعرف 100% اللي انت بتشوفه ده مش الحقيقي، ده اللي الناس حابه توريهولك. فبص للي في ايدك، هتلاقي ان انت احسن كتير قوي من ناس كتير معاك.